السلام عليكم يا دكاترة. وقفت أنا الفيديو اللي فات على السيل ايدجينج، كان موضوع جديد وقلت كده خليه لك في فيديو لوحده كده تسمعه ببال رايق وتركز عليه هو بس، مرضتش إن أنا أوصل يعني. فإن شاء الله النهاردة هنستكمل السيل ديس. بصوا بقى، الموضوع ده موضوع مهم، موضوع كبير، عاوز افهمه لك كويس، عاوزك تطلع فاهم نكروزس وابوبتوزس كويس. انا واجع دماغك من اول ما بدأنا شرح في السيل انجري، كل شويه اقول لك نكروزس ابوبتوزس، فاكر؟ وهقول لك وبعد شويه هفهمك. يعني انت خلاص بقى يا دكتور بقى، قول لي يعني ايه نكروزس وابوبتوزس. بس قبل ما اقول لك انا عاوز افهمك حاجه، ان درس النهارده ده بدايه الirreversible. يعني ايه بدايه الirreversible؟ يعني كل اللي فات كنت اقدر اعكسه، سواء كان ادابتيشن او انجري، اميلويد، فاتي، كل لو شلت السبب ممكن الخلايا يحصل لها ريبير وتخف وترجع مثلا طبيعي زي الاول. لكن السيلدس اللي مات ما بيرجعش، تمام؟ وهتلاقيني بقى الحمد لله يعني من الحصص اللي انا دايما بحب اشرحها السيلدس ده، هتلاقي اللي هو آه، افيهات افلام كتيره قوي طول ما احنا بنشرح كده، لان يعني بما ان الخليقه هتموت، فكان في افيه كده لعمرو عبد الجليل بيقول لك ومعاك واحد قتيل وغسله لما كان على القهوه، تمام؟ وهو نزل بقى التربه وحدوه، قال له ايه يا عم انت بتتكلم كده ليه؟ قال له اللي على اليمين دي تراب الرجاله، واللي على الشمال دي تراب الحريم. وقال له الحمام فين؟ قال له لا، الميتين ما بيعوزوش حمام، تمام؟ فعاوز بقى اقول لك الموضوع بطريقه طريفه وحلوه، تمام؟ وافهمك ايه الفرق ما بين نكروزس وما بين ابوبتوزس. بصوا بقى، السيل ديس عندي كذا حاجه، ان الخليه تموت، ده في منه انواع كتيره. اول نوع واشهرهم وهو النكروزس، وهو الموت الجنائي. يعني ايه موت جنائي؟ يعني قضيه قتل. يعني ايه قضيه قتل؟ يعني مش قضاء وقدر، يعني معلش اتخطف، اللي قدامي ده اتخطف، يعني حاجة جت موتته، حاجة هجمته، وحصل معركة وخساير، وغالبا اتخطف في عز شبابه، فهيبقى في صويت بقى والناس هتزعل وتعيط، والصويت والكلام ده اللي بنسميه أعراض الالتهابات. إن لو خلية التهبت، آسف يا رب، لو خلية ماتت بسبب بكتيريا، جيوش المناعة والالتهاب بتحاول إنها تفوق وتنادى على بعضها زي هدرس كده في الكبير قوي، يا أهل البلد، تمام؟ وينادوا على ينادوا على بعض ويجمعوا بعض علشان يهاجموا الميكروب اللي بيموت في الخلايا ده. فده بنسميه الموت الجنائي او الوفاه الجنائيه. وبما ان في خلايا التهاب، اذا في اعراض التهاب. يبقى اهم كلمه في النكروزس ان هو وفاه جنائيه وفي اعراض التهاب، تمام؟ والصوت والولوله هيزيدوا، ده في النكروزس. طب الابوبتوزس لا يا باشا، الابوبتوزس ده عمليه كده صامته، سايلنت، ده حاجه بمزاج وكيف كيف الخليه، انا اللي هموت، تمام؟ اللي هو ممكن تروح كده تروح للخليه تقول لها خدي بالك انت ميعاد موتك بعد ساعتين، زي علوان كده لما كان بيقول له علوان معاكش كوبايه سم امضمض بيها حنكي قبل ما اموت. اموت انا في قلاشات الافلام اهو، الخليه هتنتحر. او كلمه انتحار دي كلمه يعني وحشه، لا الخليه بقى هتضحي بنفسها. حلوه الصيغه دي، هو ده بالظبط كده، الخليه هتضحي بنفسها. في شتان الفرق ما بين اللي ماتت جنائي واللي ماتت قضاء وقدر. اصل بص، سنه الحياه العاديه ان في خلايا جديده بتتولد وفي خلايا عجزت بتموت، تمام؟ اللي هو يا حاج انت مش هتاخد زمنك وزمن غيرك، يعني اتكل على الله وغير ناس غيرك تتولد وتيجي وكده. وغالبا يعني الحاج ده بيبقى تعبان ومريض، ولو مات هيرتاح، فما بيكونش الحزن عليه زي اللي اتخطف في عز شبابه. فبالتالي مفيش حزن، مفيش صويت، مفيش ولوله، مفيش اعراض التهاب. اقسم بالله الكلمه ده مهمه قوي 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 قوي. وبالمناسبه درس النهارده كله مهم، كله اسئله امتحان. يعني انت لو دخل امتحان الباثولوجي من غير نكروزس وابوبتوزس انصحك ما تدخلش، انت كده بتهزر، داخل تعمل ايه؟ تمام؟ فما فيش صويت، no signs of inflammation, no signs of inflammatory response، ما فيش اي استجابه التهابيه، ما فيش حد هينادي ويقول يا خلايا الحقوني. يلحقوك من ايه؟ ده الموضوع اصلا بمزاجي،
الموضوع لمصلحة والهدف. خلية سرطان، فبدل ما تأذي اللي جنبها قمت حكمت عليها انها تموت مثلا. خلية دخل جواها الفيروس وقعد جوه، طب الفيروس مش هيطلع منها، خلاص هد المعبد على اللي فيه، ترشم المعبد على اللي فيه، اللي هو ايه، طالما الفيروس مش هطلعه من الخليه خلاص موت الخليه باللي فيها بدل ما تأذي غيرها. ودي حاجه حلوه، دي ميزه، الابوبتوزيس ده ميزه يا جماعه، مش دايما بيبقى حاجه وحشه ولا دايما عيب. تمام. طيب تعالى بقى ايه، احنا كده فهمنا الفروقات اللي هو بشكل مبدئي. نيكروزس بيبقى مجموعه من الخلايا، هو موت بس ليه شروط، جروب اوف سيلز، وبشرط ان يكون في شخص عايش مش في شخص ميت. تمام. يبقى جروب اوف سيل، ونفس الاسباب اللي هتموت هي نفس الاسباب اللي في الديجنريشن، اللي هو فيزيكال كيميكال اميونولوجيكال واحياء، نفس السكيما، بس هتقول له سيفير وبرولونجد ستيمولاس. يبقى لو قال لك قول لي يا ابني اسباب النيكروزس، قول له يا دكتور از ديجنريشن بات سترونجر اند برولونجد ستيمولاس، مؤثر قوي المره دي. تمام. واي تعريف هنا مهم، يعني تعريف النيكروزس مهم، اللي هو جروب سيل اوف ذس او جروب اوف سيل ذس نتيجه سيفير اور برولونجد ستيمولاي. تمام. يبقى نفس الاسباب ولكن بمؤثر اقوى. طب يا دكتور انت ما كملتناش الرسمه دي، يعني مثلا نيكروزس وفاه جنائيه، ابوبتوزس وفاه تضحيه بالذات، مش هنقول انتحار بس هي تعتبر وفاه طبيعيه في بعض الاحيان. طب الاوتوفاجي، ان الخليه اوتو تاكل ذاتها تاكل نفسها، ما ده وفاه برضه. طب انتوزس، ان الخليه تاكل اللي جنبها. طب مثلا البارابتوزس والبايروبتوزس، ان الخليه كده بيحصل لها مشاكل بسبب العدوى وبتموت. تمام. اللي هو بايرو جاي من بايروجين، سخونيه عاليه جدا بسبب العدوى. طب الميتوتيك ديث، اللي هو بتموت وهي بتنقسم، اثناء الانقسام الميتوزي بتقوم ميته يعني. تمام. فدي الانواع. تعالى بقى بسم الله نبدا رسميا في النيكروزس. انت المفروض دلوقتي عرفت الفرق ما بينهم، هنا في التهاب هنا ما فيش، هنا مجموعة من الخلايا هنا خلية واحدة، ويكون الموضوع بروجرامد. وبالمناسبة ابوبتوزس بحرف الاي يعوز اي تي بي اكتف، ماشي، يعني الموضوع ده بيعوز طاقة، بس خلية واحدة حصل فيها مشاكل خلاص يا عم يعترفنا ليه، ريحنا منها. تمام. واكسر وراها زيرو وهنجيب بدلها خلايا تانية. فالمفروض ان انا في خلايا جديده بتتولد وفي خلايا عجزت بتموت، يعني المفروض يكون في توازن. يبقى اذا الابوبتوزيس ده ممكن يكون حاجه بتنقذني، بتساعد على حفاظ ووجود التوازن. تمام. لكن اهم حاجه بالنسبه لي ان مفيش التهاب، وان خليه واحده بروجرامد، مبرمج، يعني بمزاجي وبشويه تفاصيل وتكنيكس معينه كده هموت الخليه. تمام. والموضوع محتاج طاقة. لكن النكروزس ده مجموعة من الخلايا وبيبقى فيه التهاب ومش محتاج طاقة، بس أهم حاجة بيبقى فيه التهاب. طب تعالى بقى يا دكتور قول لي الأسباب بقى، نفس السكيما، أهم حاجة بس هتقول له as degeneration but severe stimuli، الفيزياء الكيمياء والأحياء والحساسية كمان والاسكيميا اللي هو انقطاع الدم، اللي هو قللت ايه، قللت اكسجين ولا دم، بس هنا يعني مخصص اكتر بالدم. فيزياء مثلا زي ايه، كولد، هيت، تروما. طب هل اي كولد اي هيت اي تروما؟ لا، ده انت لازم تضيف كلمة اكسس جنب اي حاجة، اكسس كولد، اكسس هيت، اكسس تروما، خبطة. والسقعة خطر اكتر من السخونية من الحرارة. تمام. حلو. عندك مثلا الكيمياء، يبقى الكولد والهيت والتربه نفس سكيمه الفيزيكال، والراديشن كمان لو عاوز تضيفها. الكيمياء اللي هو الصيانيد وقرصه التعبان والعقرب. الصيانيد ده يا جماعه بنسموه ميه النار بتاعه الخلايا، ده كانوا بينتحروا بيه زمان على فكره. غاز الصيانيد ده كان بيستخدم في الحروب وبينتحر بيه الجواسيس قبل ما يتمسكوا بالصيانيد ده. ماشي. طيب فهو ده عامل زي ميه النار كده، فبالكيمياء كيميكال. وقرصة التعبان والعقرب، التعبان يعني سنيك وعقرب يعني سكوربيون. طيب بعد كده تعالى مثلا على الأحياء، بكتيريا الديفتيريا. الديفتيريا هتاخدوها إن شاء الله في المايكرو، بتطلع إكزوتوكسين، سم خارجي براها، والسم ده مميت، بيأثر بقى على أماكن كتير وممكن يموت حرفيا. طب تمام. إيه تاني؟
إيه لو قطعت الدم هتلاقيها مكتوبة في الكتاب cutting وفي البلاد سبلاي. cutting مش معناه قطع، لا ده cutting معناه انقطاع. تمام. فانقطاع اللي هو ممكن تسميها ان الدم انقطع بشكل اكبر من اللي بيعمل ديجنريشن. يبقى كده فيزيكال كيميكال والاسكيميا دي ممكن بسبب جلطه ثرومبس جلطه، او بسبب حاجه اسمها الامبولس. جلطه يعني سد الدنيا، تمام مفهومه. لو الجلطه ده اهي اتكسر منها حته صغيره مشت في الدم راحت سدت وعاء ضيق، ساعتها نسميها امبولاي. ان الجلطه فكت حته صغيره راحت في مكان تاني مشت في الدم وما راحت في مكان تاني سدته. تمام. فده معنى كلمه امبولاس. وفي كلتا الحالتين بيعملوا لي مرض اسمه الانفاركشن، هناخده قدام ان شاء الله. انفاركشن ده اللي هو النسيج مات خلاص. تمام. واخر حاجه بقى نتيجه رد فعل حساسيه شديده، يقول لك ده ايه ده عنده حساسيه شديده زي في حالات التي بي اللي هو مرض السل او الضرن، وان شاء الله هناخده بالتفصيل. اللي هو يقول لك ده عنده حساسيه زياده اللي هو التي بي. يبقى الاسباب ما فيهاش اي جديد ونفس الكلام. طيب في حاجه بقى، ايه يا دكتور الميكانيزم بتاع ان الخليه تموت؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل؟ طبعا انا قلت لك الكلام ده في الاول، بس خليني كده يعني احدد بكلامي اكتر النيكروزس. تمام. وافهمك ايه هو الميكانيزم اوف السيل انجري. يعني بمعنى اصح الباثوجينيسيس. انا عندي حاجه من اتنين، يا هضم نتيجه الانزيمات، يا البروتين هيتفكك ويبوظ ويعجن ووظيفته تبوظ، اللي هو الديناتيوريشن اوف البروتين. طيب انزيماتيك دايجيشن، انزيماتيك دايجيشن عن طريق يا اوتوليسيز يا هيتيرولايسيز، يا اوتولايسيز يا هيتيرولايسيز. اوتولايسيز ان هي تهضم نفسها، يبقى اللايزوزوم والانزيمات بتاع الخليه الميته نفسها اوف ديد سيل زيم سيلف. نفس الخليه اللي ماتت هي هتهضم نفسها، او اللي بتموت دي هتكون هي اللي بتهضم نفسها بانزيماتها الخاصه. طب الهيتيرولايسيز عادي يا خليه يا اللي جنبي انا ممكن اسلفك انزيمات، بس المهم تموتي وتحل عننا وما تعديناش بقى. هو بالظبط كده لايزوزوم بتاعت انذر سيل، ده اللي هو الهيتيرولايسيس. تمام. طب يا دكتور طالما الموضوع دخل في الانزيمات ان الانزيمات هي اللي هتهضم، فكده اصلا ما بقاش فيه بروتين باقي ان هو يحصل له ديناتيوريشن. فغالبا لما الموضوع بيكون بسبب الانزيمات بيخلي كل حاجه سايحه وعامله زي الميه، فبنسمي ده ليكويفايد ميكستشر. تمام. جميل. طب لو الموضوع ديناتيوريشن او في البروتين، هل دي انزيمات هتكتسح كل حاجه؟ لا، ده ديناتيوريشن او في البروتين على مستوى البروتين. طيب ما البروتين ده يا دكتور ما ممكن الانزيمات كمان. ما هو كويس، ما هو انا لو عملت ديناتيوريشن او في البروتين والبروتين ده اللي هو الانزيمات، فالانزيمات كده مش هتشتغل. بمعنى اصح انا مش هيبقى عندي ليكوفاكشن حاجه سائله، ماده سائله سايحه، لا ده انا هيبقى عندي ماده فيرم ناشفه شويه معجنه، نتيجه ان البروتين بالظبط كاني سلقت بيضه. شفت البيضه النيه لما بسلقها؟ هو بالظبط نفس الكلام ده. ده معنى كلمه ديناتيوريشن. ديناتيوريشن ان البروتين يبوظ ووظيفته تبوظ، سواء بقى على مستوى الاستراكشرال البروتين التركيبي بتاع الخليه، او على مستوى الانزيمات. وده بيبلوك البروتيوليسيس، ما بقاش في خلاص بروتيوليسيس، ده البروتين عمال بيبوظ ويتجلط او يبقى زي الماده العجينه ويعمل لي حاجه اسمها الفيرم تكستشر. طب انا ليه قلت لك الموضوع ده؟ والموضوع ده على فكره هينزل لكم، يعني ده الورق او دي الزيادات بتاعه الايه، بتاعه الكليه في المذكره باذن الله. تمام. المفروض ان هي هتنزل لكم على بدايه الاسبوع. فانا قلت الموضوع ده وتعمدت ان انا ازوده بايديا في الاضافات، لان هيخدم عليا في الشرح بعد كده في الامثله. ولازم افهمك حاجه، ان الانزيماتيك دايجيشن ده بيدخلني في ليكوفاكشن، بينما الديناتوريشن اوف بروتين بيدخلني في كواجوليشن، تجلط او تعجن، ان البروتين يتعجن. وان في حاجه اسمها الاوتولايسيس وحاجه اسمها الايه الهيتيرولايسيس، لانها مش متوضحه قوي يعني في الكتاب يعني. فانا المفروض عندي حاجه من الاثنين، يا هيحصل ان الخليه تهضم نفسها بالانزيماتيك دايجيشن، او حتى بالهيتيرولايسيس عادي ان حاجه تانية هي اللي هضمتها، او ان البروتين تتكسر، البروتينات تتكسر، ودي بمثابه القواعد والعمدان بتاعتي. تمام. حلو قوي. يبقى انا كده فهمتك الباثوجينيسيس. عاوز بقى ايه اوضح لك بقى ايه حاجات كمان. المفروض ان انا عندي حته ماتت، ماشي. الحته اللي ماتت دي
او عندي مثلا بكتيريا بتهاجم، تمام. المفروض ان النيوتروفيل، خلايا الدفاعيه والجيوش المناعيه، هتيجي تاكل البكتيريا وتطلع بروتيوليتيك انزيمز. البروتيوليتيك انزيمز دي تقوم عامله ايه؟ تحلل المكان كله وتحاول ان هي تخليه يبقى ماده سايحه زي الميه. تيجي بقى من حانوت الخليه، من الحانوتي بقى اللي بيكفن ويغسل ويكنس، هي الماكروفاج. تيجي تنظف المكان كده وتكنسه، وبعد كده تيجي الفايبروبلاست تحط عليه ايه؟ شويه نسيج فايبرز كده، من اجل الايه؟ الهيلينج، الاصلاح والتشافي. يعني الحته يا دكتور مش هترجع طبيعي زي ما كانت، لا، هي الهيلينج بتاعها بيبقى باي الفايبروزس. طب هل ده بيحصل على طول؟ لا، والله لو هي حته صغيره اللي ماتت فغالبا هتخلص منها خالص كلها واقلبها بالفايبروزس، تمام. طب لو حته كبيره، لا، هرصب فيها، مش هقدر عليها، يبقى لازم ادفنها، ارصب عليها كالسيوم. وبما ان الكالسيوم هيترسب على نسيج ميت، اللي ذاكر شابتر الكالسيفيكيشن، يبقى ده النوع انه نوع ميتاستاتيك ولا ديستروفيك؟ برافو عليكم، ديستروفيك كالسيفيكيشن، تمام. فده برضو ايه الميكانيزم، النيوتروفيل والماكروفاج والفايبروبلاست وموضوع الكالسيفيكيشن والكلام ده. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي يا دكتور في كل اللي فات كان الموضوع ريفرسبل، وان كل حاجه بتحصل وممكن ترجع طبيعي طالما النواه سليمه. طب هنا يا دكتور النواه مش سليمه، معلش. طب كده كده السيتوبلازم ممكن يحصل فيه مشاكل، لكن هنا النواه هتموت، هتبوظ. فلذلك التغيرات على مستوى النواه في الدرس ده مهمه. لكن تعالى ناخد الموضوع ايه؟ واحده واحده. تغيرات ما قبل الوفاه، او الادله الشكليه اللي هتخليني اكاد اجزم ان الخليه ماتت. يبقى الادله الشكليه ان الخليه ماتت. يا سلام، شعر. تغيرات ما قبل الوفاه او المورفولوجيكال ايفيدنس، الادله الشكليه. هنمسك السيتوبلازم نقول الكلام اللي فيه، ونمسك النواه نقول الكلام اللي فيها. تعالى بقى نبدا حاجه حاجه. نمسك مثلا السيتوبلازم، وليكن ايه المشكله اللي عندي؟ والله انا قطعت الدم، يعني دلوقتي مفيش دم واصل ولا اكسجين، يعني انا كده في حاله هايبوكسيا شديده، شديده عن اللي كانت بتبقى في الديجنريشن. طب والهايبوكسيا يعني كده الميتوكوندريا مش قادره تشتغل، يعني مفيش اي تي بي، يعني الصوديوم بوتاسيوم بامب بايظه، تمام. فالميه الصوديوم بيدخل لجوه وبالتبعيه بيشد ورا ميه ويعمل سويلنج. فتلاقي اول كلمه نطقها من بقه وقالها لك سويلنج وفاكيوليشن، وقعد يعد لك بقى ايه سبب ان الخليه هنا بتكون منفوخه. علشان واحنا بناخد الابوبتوزيس هتبقى الخليه منكمشه. فلذلك انا شرحت لك الموضوع بوجه مقارنه، جدولين كده عشان اوصل لك فكره معينه. يبقى ايه اللي بيخلي بقى الخليه بتسويلنج؟ والله اللي هو الباثوجينيس بتاع الهايبوكسيا يا دكتور، والصوديوم بوتاسيوم بامب بتبوظ، الصوديوم بيدخل يشد ورا ميه. جميل. يبقى كده الميه الكتير اللي بتدخل جوه دي زي ما قلنا اكسسيف ووتر بروتيوليتيك، كل ده انا قايله في المقدمه. المقدمه مهمه، اللي ما سمعهاش يسمعها، تمام. الميه الكتيره بتفك الريبوسومات من الار ان ايه، بتفك البروتين من بعضه، وكده كده الميتوكوندريا بعد شويه هتفرقع. والميه الكتير والحاجات دي كل ده هتعمل اصابه في جدار اللايزوزوم، تخلي اللايزوزومات يا رب الانزيمات بتاعت اللايزوزوم تطلع منه وتهضم في الخليه. ده مش كده وبس، ده الجدار الخلوي نفسه هيبوظ، والكالسيوم يدخل جوه ويحصل ديناتيوريشن للبروتين، والكالسيوم ينشط الابوبتوتيك انزيمز او الانزيمات اللي بتموت في الخليه، الاندونيوكلييز والبروتييز. البروتييز يكسر البروتين، والاندونيوكلييز يكسر النواه، وخلاص الخلايا بتودع. فهو ده بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه. اول حاجه بتبوظ الميتوكوندريا، يحصل لها ايه؟ رابشر والبرميابيليتي، بعد كده الار اي ار، ثم اللايزوزوم، تمام. يبقى اهو، يبقى رابشر للميتوكوندريا والار اي ار، بعد كده اللايزوزومال ممبرين، فيحصل ليكج، نفاذ للدايجستيف انزيم. بعد كده السيل ممبرين هيبوظ. هنا كان على مستوى البرميابيليتي، لكن هنا السيل ممبرين نفسه هيبوظ، فالكالسيوم يدخل جوه، كالسيوم انفلكس، يدخل الكالسيوم جوه يقعد يبوظ بقى في خلق الله اللي جوه البروتينات والحاجات كلها والنواه وكله، ويحصل بقى ديناتوريشن للسيتوبلازميك بروتين. طب يا دكتور هي الحاجات دي انا ممكن اشوفها على طول؟ يعني لو خدت مثلا عرفت ان في خلايا بتموت ولا حاجه وجيت ابص، قال لك لا، الموضوع بياخد وقت شويه على ما يبان. فلذلك قال لك بعد 6 ساعات اصبر شويه كده، وبعد 6 ساعات كده تعال بص على السيتوبلازم.
لذلك التغيرات ما بتظهرش على طول. هتلاقي مور فاكيوليتد. ليه فاكيوليتد؟ بسبب الميه اللي دخلت. مور سوولن برضه بنفس الكلام. ليه هوموجينوس بقى؟ لان الميه لما بتدخل اصلا بتخلي كل اللي جوه بقى شكله متجانس وشكل واحد، ما بقاش في مثلا عضيات وحتت بيزوفيليا وحتت ايزينوفيليا. وكمان كان عندي جلايكوجين جرانيولز فقدتها، فقدت الجلايكوجين جرانيولز، والبروتين باظ والريبوزومات باظت والبروتين اتكسر، لدرجه ان باجي ابص على السيتوبلازم بلاقيه هوموجينوس متجانس كده وكله حاجه واحده، لا في نواه بارزه ولا في سيتوبلازم ميه، لا كله بقى اسطمبه واحده خلاص. وجيت ابص على لون السيتوبلازم لقيته ديبلي اسيدوفيليك. ليه بقى؟ ليه ديبلي اسيدوفيليك؟ لان زودت الحاجات اللي بتزود اللون الاحمر وقللت الحاجات اللي بتعمل لون ازرق، فالزرق قل والحمار زاد. طب الحمار زاد ليه يا دكتور؟ لان البروتين اللي بتكسر ده اهو، تمام، هو البروتين المفروض ايه؟ قلوي. لما بتكسر بيميل اكتر انه يمسك مع الصبغه الحمضيه فياخد اللون الاحمر. يبقى البروتين الديجريدد بروتين او الديناتوريتد بروتين بيمسك اكتر مع صبغه الايوسين فيزود اللون الاحمر. طب مش انا فككت الريبوزومات من على الار اي ار؟ فالريبوسومات دي لما بتتفكك بيقول لك ايه في الكتاب؟ لوس اوف الريبوسوم، فده يقلل السيتوبلازميك بيزوفيليا. تمام؟ يبقى السيتوبلازم بعد 6 ساعات مور فاكيوليتد، سوولن، هوموجينوس، وديبلي ايزينوفيليك. ليه؟ علشان الديناتوريتد سيتوبلازميك بروتين بيمسك اكتر مع الايوسين، ولما فقدت الريبوزومات فقدت السيتوبلازميك بيزوفيليا. طب انا فقدت الريبوزومات بايه؟ والنواه بردك اللي كانت فيها الدي ان او بيبقى لونها ازرق، ما كل ده بسبب الاندونيوكلياز اللي اتنشط لما الكالسيوم دخل جوه. تمام؟ يبقى على مستوى السيتوبلازم عرفت ايه اللي بيحصل، اللي هو الادله اللي تقول ان الخليه دي بتموت، ماشي، وبعد 6 ساعات عرفت ايه اللي بيحصل. تمام؟ فهمت السيتوبلازم وعرفت ان انا عندي نوعين، يا ديناتيوريشن يا اوتوليسيز، وعرفت الاسباب وعرفت ان هي مجموعه من الخلايا وبيبقى فيه التهاب وان الاسباب لازم تكون سيفير وشديده. تعالى على النواه بقى، انسى كل اللي فات وركز في النواه. ليه؟ لأن النواة هي روح الخلية. طول ما النواة سليمة يبقى الموضوع انعكاسي. بما إني بتكلم في نيكروزس يعني موت، يعني اللي بيموت ما بيرجعش، لا خلاص، يبقى لازم كلامي أخصه بالنواة. يجي في الامتحان، مفيش امتحان يخلو من التغيرات على مستوى النواة في النيكروزس، لأن ده البيست ايفيدنس اوف نيكروزس. النواة بأكد تاني مهمة، بيحصل 3 حاجات: بيكنوزس، كيريوريكسز، كيريولايسز. ايه بقى الكلام ده يا دكتور؟ النواه بتبدا تكش وتبقى لونها غامق قوي 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 والكروماتين يتكدس على بعضه ويكلكع على بعضه. فكلمه بيكن يعني نقطه باللاتيني، واوزيس كونديشن كاركترايزد باي او بريزنس وجود، يبقى وجود نقطه بقت زي النقطه بيكنوزس. ماشي؟ اهو مثلا هنفترض ان دي نواه طبيعيه كشت بقت بيكنوزس، بيكنوتيك نيوكليوس. يقول لك عرف يا ابني البيكنوزس، تقول لي ده كورس وشرانكن ودنس نيوكليوس. كورس يعني لونها غامق ومكثفه على بعضيها، وشرانكن يعني كشت، ودنس نيوكليوس. طب كل ده بفعل مين؟ بفعل الاندونيوكلياز، يبقى ده معنى كلمه بيكنوزس. طب كيريوريكسز، وساعات يقول لك كيريوريكسز. كيريوريكسس، كيريو جاي من كيريو تايبنج يعني نواه، وريكسس دي بمعنى فراجمنتيشن، اتكسرت كذا حته. تمام؟ فكيريوريكسس يقول لك ايه؟ البيكنوتيك نيوكليوس ده اهي بريك اب، اتكسرت لنيوميرس سمول بيزوفيليك بارتيكلز، لنقط عديده وذرات صغنطات عديده اتفتفتت كذا حته يا جماعه. يبقى بيكنوزيس كشت، كيريوريكسز اتفتفتت لكذا حته، كيريولايسيس خلاص النواه اتحللت بقى، النواه اتحللت تماما. تمام يا شباب؟ حلو قوي. يبقى الثغرات على مستوى النواه مهمه. يقول لك مثلا عرف البيكنوزيس، عرف الكيريوريكسيس، عرف الكيريولايسيس. يقول لك بقى ساعات لما يبقى الموضوع شديد قوي ممكن الخليه ما تضطرش تمر ببيكنوزيس وكيريوريكسيس، ده ممكن تنط على الكيريولايسيس على طول. لايسيس يعني تحلل، وكيريو يعني نواه، تتحلل تماما، مش شرط انها لسه هتنكمش، مفيش، الموضوع خطير وتقيل. فده ايه؟ التغيرات على مستوى النيوكليوس. طب المصير يا دكتور؟ يعني مثلا زي ما قلت لك، لو هي حته صغيره
فغالبا ان انا النيوتروفيل هتحاول تاكل البكتيريا دي وتطلع بروتيوليتيك انزيم تحلل الدنيا. تيجي الماكروفاج اللي هو حانوت الخليه بعد ما حصل لايسز يكفن ويغسل ويكنس، وبعد كده تيجي الفايبروبلاست تحط الفايبرس تيشو وتبقى فايبروزس. اي نقطه صغيره حته صغيره. طب لو الموضوع كبير، لا مش هقدر عليها، ده انا هدفنها، اعمل لها كبسوليتد، احوطها بكبسول من الفايبرس تيشو، احفر لها القبر واردمها بالتراب اللي هو الدستروفيك كالسيفيكيشن. وقلت لك انا اي نسيج ميت بيطلع الكالاين فوسفاتيز، بيكون وسط قلوي بيشفط الكالسيوم جواه ويبقى المنظر بالشكل ده. يبقى ده الفيت يا جماعه. تمام كده لحد حالا كل حاجه مفهومه؟ يبقى لحد حالا انا ما قلتش كلام صعب، الكلام كله واضح. انا بشرح لك موت الخليه بعد ما درسنا في الفيديو اللي فات الشيخوخه. تمام. وقلت لك موت الخليه نوع من اتنين، يا نيكروزس يا ابوبتوزس. في انواع تانية بس مش عليك ان هي تاكل نفسها تاكل اللي جنبها تموت وهي بتتقسم. ما بس انت ركز على النيكروزس والابوبتوزس. ده مجموعه من الخلايا، ده خليه واحده، ده بروجرامد، ده نون بروجرامد، ده اكتف محتاج طاقه، ده باسيف مش محتاج طاقه، ده بيبقى فيه التهابات واللي يعني اتخطف في عز شبابه والصوت والولوله هيزيدوا. لا ده غالبا عجوز ومش بنزعل عليه قوي، والموضوع ساعات بيبقى حاجه في مصلحه الجسم يعني، لذلك هو مبرمج. تمام. وان شاء الله يعني هخليك يعني تزهق من كتر المقارنات اللي هنقارنها لما نخلص ما بين النيكروزس والابوبتوزس. مجمع لك كذا جدول مقارنه كده فيهم افكار كويسه. قلت لك بقى النيكروزس جروب اوف سيل سيفير ستيمولاي، وقلت لك الاسباب بتاعته، وفهمتك ان في اوتوليسيس وفي ديناتوريشن للبروتين، واتكلمنا على التغيرات اللي بتحصل ما قبل الوفاه واللي لو شفتها هعرف ان الخلايا دي بتودع. على مستوى السيتوبلازم الخلايا بتتنفخ وكل حاجه جوه بتبوظ، الميتوكوندريا، الار اي ار، اللايزوزوم بيفرقع والانزيمات تطلع تهضم، السيل ممبرين بيبوظ والكالسيوم يدخل يبوظ، وبيحصل ديناتوريشن للبروتين. وبعد 6 ساعات بتنفخ اكتر سوولن فاكيوليتد هوموجينوس وديبل اسيدوفيليك، وفهمتك ليه. وبعد كده على مستوى النواه، النواه هي روح الخليه. تمام. قلت لك ان ده البيست ايفيدنس، بيحصل بيكنوزس كاريوركسز كاريولايسز. الفيت إيه يا دكتور الحته اللي ماتت دي مصيرها ايه؟ والله يا ابني لو حته صغيره هقدر اتغلب عليها واعملها فايبروزس وتيجي حانوت الخليه يكفن ويغسل. طب لو هي حته كبيره هحوطها واحفر لها القبر بالفايبرس تيشو واردم عليها بالتراب اللي هو الديستروفيك كالسيفيكيشن. تمام. نيجي بعد كده على انواع النكروزس. اقسم بجلاله الله انواع النكروزس مهمه، والله 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 مهمه يا جماعه. كواجيولاتيف ليكوفاكتيف والفاتي والكازياس والفايبرينويد والزنكر. سؤال امتحان يعني تنسى اسمك بس ما تنساهوش، اللي هو انواع النكروزس، ويسالك في كل نوع الكواجيولاتيف معناه ايه وبيحصل فين والميكانيزم. طب الليكوفاكتيف، طب اول اوف ذا فولوينج امثله على الكواجيولاتيف ما عدا، ويجيب لك حاجه من حاجات الليكوفاكتيف. يعني من الاخر المربع البوكس ده اهم بوكس، والله العظيم الشابتر كله مهم بس ده اهم حاجه. انواع النكروزز مهمه مهمه مهمه، اللهم بلغت اللهم فاشهد. بص بقى انا قلت لك ان اي حته نسيج ميت غالبا بحوطه بخلايا التهاب، بحلق عليه زي بالظبط ايه، حلق من الناحيه التانيه اللي هو لما كان انت هتمسكني انا. والله يا جماعه انا بموت في قلاشات الافلام، بتوصل المعلومه بطريقه رهيبه. والله بص هريكوا قلاشات افلام اهو. اهو بص هشرح لك بقى كل حاجه في ميعادها ومدلعك، والله صور وحاجات وسكيمات ومقارنات. انا تعمدت ان الشابتر ده انزله متاخر علشان امخمخ لك فيه كده واديك شرح يطبخ على نار هاديه بجد، اللي هو حاجه كده ايه تسمعها مني يثبت معاك النكروزس والابيتوزس ان شاء الله. فالمفروض ان ايه يعني من باب حلق من الناحيه الثانيه اللي هو اي اني اريا اوف نكروزس سراوندد باي اريا اوف انفلاميشن. طب ليه يا دكتور؟ ما هو يا ابني عشان الهيلينج يا ابني. ما هي لما تتحوط بالتهاب خلايا الالتهاب هي اللي هتردم عليها بالكالسيوم وهتردم عليها بالفايبرس تيشو وتخف وتهيل. هو ده طريقه اللي هو تصحى. تمام. بتبقى نسيج متليف بس صحى. وهناخد ان شاء الله الهيلينج شابتر كامل هناخده قدام باذن الله. فتعالى كده بقى ايه امسك لك نوع نوع واقعد بقى اقول لك ايه الافيه بتاع الفيلم اللي عليه واقول لك الحدوته بتاعته. بصوا بقى مبدئيا انا زي ما قلت لك لو انت جبت بيضه نيه وسلقتها البروتين اللي جوه بتجلط بيعجن.
والماده السائله اللي جوه بقت صلبه. حتى لو الخلايا عماله بتعبي ميه، عشان ما يجيش واحد يسالني يقول لي يا دكتور ده في سويلنج اوف ذا سيل. ما هو يا حبيبي البروتين اللي جوه ده هيعجن وهيتجلط، تمام، زي البيضه لما بتتسلق بالظبط. والماده السائله هتبقى ماده صلبه، ماشي. وتبص تلاقي الخليه بقى لونها اوبيك معتم، يقول لك يعني ده فقدت ضي عينيها، تمام. فده نوع من الانواع اللي هو ايه، كواجيولاتيف. الكواجيولاتيف نيكروزس ده معناه تجلط البروتين، يبقى ده ديناتيوريشن اوف البروتين. بيعوز سوليد اورجان، عضو ناشف شويه، علشان ايه؟ لانه كده كده البروتين لو كان حتى كان حاجه سايله اتجلطت وعجنت وبقت حاجه ايه، ناشفه وصلبه شويه. فده غالبا بيبقى في سوليد اورجان. عكس الليكوفاكشن، كلمه ليكويد يعني سائل، ليكوفاي يعني مسال، اهو ليكويد. يبقى كلمه ليكوفاكشن دي حد كده شاطر يقول لي هتبقى بسبب الايه؟ اللايزوزوم والانزيماتيك دايجيشن. لان الانزيماتيك دايجيشن كان بيعمل لي الليكوفاكتيف فورم، لكن الكواجوليشن ده بيبقى ايه، اللي هو الصوره الصلبه. فده اول نوعين. هيديك مثلا امثله على الكواجولاتيف اللي هو البروتين المتجلط. طب بالراحه يا دكتور، يعني اشرح لي ازاي البروتين هيتجلط مثلا. مش احنا قلنا ان الموضوع ما فيش اكسجين وما فيش دم، يعني الخليه ما عندهاش اكسجين، هتحاول تتنفس تنفس لا هوائي اللي هو الان ايروبيك اوكسجينيشن او الان ايروبيك، تمام، التنفس اللاهوائي. فالتنفس اللاهوائي ده هيتراكم حمض اللاكتيك، يعني حموضه عاليه. الحموضه العاليه بتفكك وتبوظ البروتين ويبدا يتجلط، لذلك سمينا النوع ده كواجيولاتيف. يبقى اشهر سبب فيه نقص اكسجين او دم، علشان ندخل في تنفس لا هوائي وتراكم احماض. لذلك هو يقول لك اشهر حاجه الاسكيميا والانفاركشن، تمام. وممكن باسباب تانية زي الحروق وكده، بس خليك ركز على الاسكيميا والانفاركشن. جميل يا دكتور. يبقى لحد حالا احنا فهمنا اول نوع من انواع الديجنريشن اللي هو الكواجيولاتيف. النوع بيحصل في سوليد اورجان. ايوه سوليد اورجان زي مين يا دكتور؟ سكيمة كهل عادي خالص، كدني، هارت، ليفر، ولو عاوز تزود السبلين كمان. ولو ان ساعات يعني ايه في الليفر يقول لك ايه، ساعات بيحصل وساعات لا، بس هو في الكتاب اكد لك على كدني وهارت. وعايز تزود ليفر وسبلين عادي زي ما قلت لك. المهم اي حاجه غير المخ، اي حاجه غير البرين. ليه بقى يا دكتور؟ البروتين يتعجن ويتجلط، طب والدهون تسيح وتبقى زي الميه. ايه ده يا دكتور؟ يعني معنى كده ان المخ مكون من دهون؟ اه طبعا. هو مخك ما فيهوش بروتين، ده بالعكس، ده لما بتراكب بروتين في مخك بيعمل الاميلويدوزس والزهايمر. فهمت؟ المخ عباره عن دهون كتيره، والدهن يسيح لكن البروتين يتجلط. لذلك ده بيعوز ليكويد اورجان زي المخ بالظبط. فيجي سؤال لطيف في الامتحان يقول لك all of the following is examples of coagulative necrosis except، ويجيب لك الكدني، الهارت، الليفر، البرين. تختار مين؟ تختار البرين. تمام يا جماعه. يبقى ده بالنسبه لايه؟ بالنسبه لاول نوع اللي هو الكواجولاتيف. تعال بقى نقوله بالتفصيل كما يقول الكتاب بقى. بيكلمك اول حاجه يقول لك ده اسمه الاسكيميك نيكروزس. يبقى ليه اسم تاني اسكيميك نيكروزس، او حتى بيسموه الانفاركشن، تمام. فهمنا يعني ايه كواجولاتيف، وده اشهر نوع على فكره. يقول لك بقى بيجي في سوليد اورجان زي الكدن والهارت نتيجه صدم كاتنج اوف البلاد سبلاي. النيكروتيك اريا بتنتفخ سوولن، وبتبقى فيرم ناشفه شويه بدليل انه سوليد اورجان. ويلو اوبيك لونها اصفر معتم، يعني فقدت ضي عينيها معتمه، تمام. وبعد كده يقول لك تحت الميكروسكوب بلاقي، حلوه الحته دي بقى، بلاقي ان الخليه محتوياتها الداخليه، يعني الخليه اهي كان جواها نواه وسيتوبلازم وميتوكوندريا وجولجي وار اي ار، لا، انا بلاقي الخلايا من جوه صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. هي من بره اللي يشوفها من بره، يعني لو رسمت لك عينين اهو وعملت لك كده وعملت لك كده، اهي العين بص على الخليه من بره خليه، لكن الحشو اللي جواها مش موجود. الاوت لاين، الحدود الخارجيه موجوده، لكن من جوه ما لا. يعني ممكن انت مثلا تشوف واحد صاحبك اسمه محمد، ايه ده هو نفسه محمد وبكرش وطويل، لكن انا ما اعرفش ان هو فاضي من جوه او متعبي قطن، تمام. عامل بالظبط زي مين اللي هو ايه، اهو ده، هو ده. اه يا حاج ده هو ده هو ده.
يا حاج وانا اقرا، هو بالظبط كده اللي هو ايه، معقول ده هو ده من بره يبان انه تمام زي الفل، لكن من جوه ولا يبان عليه انه الحشو بتاعه اتغير. فلذلك يقول لك ايه، ذا اوت لاين بريزيرفد موجوده، لكن السيلولار ديتيلز تفاصيل الخليه اللي جوه فقدت. فبالظبط يديك المنظر ده اللي هو ده. ايه المنظر ده؟ الجوست، برافو عليك، الشبح. هو ده اللي هو من بره مديك ايه، شكل كده زي الفوم او اللي هو الغازات، او من بره مديك منظر لكن من جوه فاضي هوا. هو بالظبط كده بيسموه جوست سيل. تمام، يبقى ده النوع الكواجولاتيف، اشهر نوع بيجي في سوليد اورجان، كدني وهارت مثلا، بسبب اسكيميا او انفاركشن، لذلك بيسموه سكيميك نيكروزس. نتيجه قطع البلاد سبلاي. وعرفنا ليه اتسمى كواجيولاتيف، لان قطع البلاد سبلاي يدخلني في تنفس لا هوائي، واللاكتيك اسيد يتراكم يبوظ البروتين ويعجنه ويجلطه زي البيضه اللي اتسلقت. تمام. النيكروتيك اريا سوولن فيرم يلو اوبيك. واحد هيقول لي سوولن ومعبيه ميه، طب ازاي صلبه يا دكتور؟ ما انا قلت لك الماده السائله بتتحول لصلبه لما البروتين بيتجلط ويعجن بقى. تمام. طب تحت الميكروسكوب الاوت لاين بريزيرفد، لكن السيلولار ديتيلز اهو بقول لك اهو، ولكن الاوت لاين بريزيرفد، فبنسميه شبح الخليه، لان حصل بروتيوليسيس جوه والحاجات اللي جوه اتكسرت، لكن من بره ما زالت زي ما هي. يبقى ده مين؟ الكواجولاتيف. يجي بقى في الليكوفاكتيف بقى، يقول لك الكواجولاتيف كان دي ناتيوريشن للبروتين. طب والليكوفاكتيف؟ لا، الليكوفاكتيف ده دهون، حاجه ميه، ليكويد، ليكوفاكشن. يبقى نتيجه الانزيماتيك دايجيشن، سواء بالاوتولايسيس بالهيتيرولايسيس مش مشكله، المهم ان بسبب اللايزوزوم. مهمه بقى دي هنا بقى، اللايزوزوم دي المناطق الغنيه باللايزوزومات زي المخ بيكون في اكتر موضوع الليكوفاكتيف نيكروزس ده. جميل. فيقول لك الليكوفاكشن اوف نيكروزس ده بيبقى في اللايزوزومال انزيمز اللي طالعه من النيكروتيك سيلز، وممكن برضو بفعل البوليمورف والحاجات دي كلها. وبتعمل رابيد ليكوفاكشن اوتوليسيز. طب ادينا امثله زي البرين ابسس والسابيوراتيف ابسس، او البيرولنت يعني الصديد، والبص ابسس يعني خراج او دمل. تمام. والاميبيك ابسس. البرين ابسس اي خراج او دمل في المخ بيبقى فيه ليكوفاكشن فظيع، تيجي تمسك تلاقي ماده زي السائل كده، ونتيجه الانزيماتيك دايجيشن بفعل النيوتروفيل طلعت اللايزوزومات، اللايزوزومات بوظت حته في البرين. تمام. وحصل مثلا خراج دمل. فاي كلمه ابسس لما تلمحها في اجابه اختار ليكوفاكتيف. برين ابسس، وبالاخص البرين سابيوراتيف يعني باس يعني بيرلنت، او حتى الاميبا اللي بتضرب الكبد بتاعنا. تمام. اللي هو البرازيت الاميبا ده بيعمل برضو ليكوفاكتيف نيكروزس في الكبد، وبيعمل خراج في الكبد، نسميه الاميبيك ابسس. والصديد اصلا بيبقى ماده لونها كريمي يلو كده، ماده ايه سايحه كده وسائله. تمام يا شباب. يبقى ده اللي هو الايه، الليكوفاكتيف نيكروزس. بالمناسبة، تعالى اما اوريك ايه شوية صور كده. مثلا احنا قلنا ايه، الخلية من بره والله يا هتبص هكرهك في الطب. ما هو بص مش هسيبك الا لما تحول من الكلية. والله لو حد ما بيحبش الالاشات يعني هيقعد يدعي عليا. تخيل يبقى بعمل شرح عشان واحد يدعي لي يقوم يدعي عليا. بصوا يا جماعة، اهو الخلية من بره متحددة والحدود الخارجية مرسومة تمام، لكن اللي جوه ما اعرفش. فبقول لك اهو الواد ده معلم وقع في قلب الرسمة بالظبط. تمام. طيب ده ايه؟ ده الدعابة. تعالى بقى الكلام اللي بجد بقى، ده مثلا سبلين اهو، ده حته اهي اللي هي الحته الايه اليلو اوبيك اهي، اللي حصل لها ايه، نيكروزس، كواجيولاتيف نيكروزس. انا عاوزك بالله عليك تركز في الصوره دي، انا هحاول اكبر لك واوريك. هوريك الجوست سيل، الخليه بقت شبح ازاي. بص، دي خلايا عاديه وفيها انويه وتحس ايه في لعبكه. بص هنا الدنيا منسدله ازاي وفي انسيابيه، والخلايا كده نظيفه كانها مرسومه بالقلم. والله مرسومه، او الكواجولاتيف نيكروز مرسومه من بره ومن جوه مفيش حاجه. تعالى مثلا للرسمه دي اهو، خليه عاديه بقت عامله كده. فين النواه؟ فين تحديدات الخلايا؟ لا هي بس من بره كانها ايه، متحدده كده. وعندك مثلا اهو مثال، الحته بتكون يلو اوبيك تبقى صفرة، و ده اللي هو الايه
الكواجولاتيف نيكروزس بيبقى شكلها شكل الشبح. تمام يا شباب؟ يبقى ده بالنسبه للايه؟ للكواجولاتيف. جميل. عندك مثلا ده مثال اهو، لما بيحصل نيكروزس والخلايا الالتهاب اللي هو الماكروفاج والنيوتروفيل تيجي تحاوط الحته والحته تكون ملتهبه ومحمره وتردم عليها والكلام ده كله. تعالى مثلا على الليكوفاكتيف، البرين مثلا اهو. بص البرين متاكل ازاي يا جماعه؟ ماده حرفيا شكل الميه السايحه، سائل اهو. تمام. هنا مثلا ده البرين انفاركشن او البرين ابسس اهو. سواء بقى على مستوى الباس، البروتيوليتيك انزيمز اللي طالعه من الوايت بي سي بتحارب البكتيريا ويحصل صديد. الصديد ده اللي هو البكتيريا اللي ماتت. على مستوى البرين لانه بيبقى البرين مكون من مواد سائله ودهون بتسيح. او على مستوى الاميبا برضو البروتيوليتيك انزيم طالعه من الاميبا فبتقعد برضو تسيح الدهون وكده. المهم ان المنظر عندك اهو، وده المنظر اهو التاني اهو. ماشي. يبقى ده اللي هو الايه؟ البرين انفاركشن. الحمد لله موفر لكم يعني صور كتير بحيث تتخيلوا معايا الموضوع. طيب تعالى ننقل على نوع تاني. احنا خدنا الكواجولاتيف والليكوفاكتيف، ده في سوليد اورجان، ده في ليكويد زي المخ. ده كدني وهارت، ده برين مثلا وابسس وحاجات صديد ودمل وخراج. ده بسبب الاسكيميا والانفاركشن وبيحصل كواجوليشن، لكن هنا بيحصل انزيماتيك دايجيشن باللايزوزومات. تمام. حلو. ويقول لك بيدوب الدهون، بتدوب وتسيب فراغ مكانها، سبت فراغ كبير. والله. طب تعالى بقى ناخد النوع بتاع التي بي بقى، والحساسيه اللي بتحصل نتيجه بروتينات وحشه وغريبه موجوده على سطح بكتيريا التي بي، ويحصل من جسم حساسيه تجاهها. وابص الاقي تكون نيكروزس من نوع ماده شبه الجبنه، والله ماده زي الجبنه. التي بي مرض السل او الضرن، بيجي في الرئه. خدوا رئه من واحد عنده سل، وخدوا العينه وبصوا عليها تحت الميكروسكوب، لقوها ماده كازيين. ماده الكازيين دي اللي هو ماده الجبنه، اللي بيسموها الكازياس. تشيزي ماتيريال بالظبط، ماده زي الجبنه بالظبط. يبقى اهم حاجه تفهمها ان الكازياس نيكروزس بيحصل في التي بي، بمعنى تشيزي ان كاركتر، ماده زي الجبنه. وبيحصل كومبليت لوس بقى للديتيلز وللاوت لاينز. تمام. وكل حاجه. وبعد كده بيبقى فيه برضو ايزينوفيليك ماتيريال وشويه جرانيولوما وهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، حساسيه شديده جدا ضد مين؟ ضد الكازين. جميل. بالنسبه للنوع ده تعال نشوف الصوره بتاعته. ده مثلا اهو، والله حرفيا لو مسكتها ماده زي الجبنه بالظبط اللي هي دي. تمام يا جماعه؟ طيب تعالوا نوع كمان. تعالى مثلا الفايبرينويد والزنكر مثلا، اكيد فاكرينهم. لو مش فاكرينهم على حلطم على وش واقفل الفيديو وروح يا ابني، ما بشرحش باثولوجي. الفايبرينويد خدناه في الديجينيريشن في الهايلاين. تمام. والزنكر بردك خدناه. الزنكر ده كان انترا سيلولار اكيوميليشن اوف هايلاين في عضلات البطن والحجاب الحاجز، اللي هو عضلات السكس باكس، اللي هو الريكتاس ماسل والديافرام. الزنكر زي ما حصل هناك هيحصل هنا، بس الموضوع هناك ما لحقناهوش وما عالجناش السبب فدخل في نيكروزس، فساعات يسموه زنكر ديجنريشن وزنكر نيكروزس. طب الفايبرينويد هو زود هنا كلمتين جداد عن اللي كان في النيكروزس، فانت لما تيجي ذاكره من النيكروزس ان الكولاجين اتحول لالياف شبه الفايبرين، فلما جيت شفتها حسيت انها فايبرين فسميناها فايبرينويد، شبيه اللي هو بتاعت هاني رمزي دي سماح، لا ده منى. تمام. فهو ده بالظبط. يبقى هو بس زود لك هنا انه بيجي في الامراض المناعيه الذاتيه، امراض المناعه الذاتيه الاوتو اميون ديسيز، وان هو بيتصبغ بالباس ستين وبياخد باس بوزيتيف، لكن بيجي في نفس الاماكن. يعني مثلا بيجي في الشرايين الارتريولز في حالات المالجنانت هايبرتنشن، وممكن يجي في قرحه المعده اللي هو البيبتيك ألسر. بيبتيك يعني معده والسر يعني قرحه. طب يا دكتور امراض مناعه ذاتيه زي ايه؟ زي الروماتيك فيفر. زي مثلا مرض مكتوب عندك اسمه البولي ارثرايتس نودوزا، وساعات يسموه البولي ارترايتس، التهابات في الشرايين وبتعمل عقد كده وكلاكيع، نوديول، عقده او كلكيعه، فسميناه النودوزا. وساعات بيجي في المفاصل يعمل التهابات في المفاصل، بولي ارثرايتس. بولي يعني عديد، فبيجي في مفاصل كتيره. يبقى الروماتيك فيفر، البولي ارثرايتس نودوزا، الكولاجين ديسيز، الاوتو اميون ديسيز، الارتريولز في حالات المالجنانت هايبرتنشن. المهم ان الخليه بتفقد شكلها الطبيعي
وبتتبدل بنسيج تاني اللي هو اللي شبه الفايبريل ده، اللي هو بيبقى لونه بينك وهوموجينوس وبيتصبغ بالباس ستين او الباس بوزيتيف. طب يا دكتور ايه يعني لما يترسب؟ ايه يعني؟ ما هو يا ابني هيعمل لك ضعف في جدار الشريان، هيبقى بالظبط الشريان بايظ ومش هيعرف يعدي الدم من خلاله وهيدخلك في مشاكل. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للفايبرينويد والزنكر. تعالى لما نشوف صوره ليهم اهو، الماده الحمراء اللي في قلب الشريان اهي، اللي هو ده الفايبرينويد نيكروزس او ديجنريشن. تمام؟ تعالى بقى ايه ناخد اهم نوع بقى، واللي هو ايه يعني مش اهم نوع واشهر نوع الكواجولاتيف، لكن الفاتي ده ليه قصه جميله قوي انا بحب اقولها، اللي هو ايه، وكم من سيدات شالوا الثدي بتاعهم هدر على اساس انه كان سرطانات وما هي الا زحمه مواصلات، اتخبطت في صدرها، حصل التهابات وجرانيوليشن تيشو وفايبروزس وتكون كلكيعه في الثدي، خافت لا تكون سرطان، وتيجي تقول لك ايه اصل جدتها وبنت خالتها عندهم سرطان، ولو انت قلت لها يا حاجه سليمه ده ورم حميد او مثلا ده كلكعه حميده تقول لك لا انت ما بتفهمش. اه والله، ويشيل الثدي هدر. تخيل انت بتاع باثولوجي والقرار في ايديك، بعتوا لك عينه من الثدي وقالوا لك بالله عليك الحقنا بعد تلت ساعه بالظبط واحنا على اوضه العمليات في طاوله العمليات، رد علينا بتقرير قول لنا هل ده سرطان ولا مجرد ان هو فات نيكروزس بسيط. تخيل انت لو مش مذاكر يا باثولوجيست وقلت لهم انه سرطان وهو مش سرطان، انت متخيل ممكن يحصل فيك ايه؟ انت متخيل انت اذيت العينه دي ازاي؟ تمام؟ فلازم نركز. تمام يا جماعه؟ فخلينا كده ايه نحكي قصه الفات نيكروزس. في الفات نيكروزس انا عندي حدوتين، والله العظيم يا جماعه، يعني انا بكتشف بعد كده لما اجي اسال الطلبه يا جماعه انتوا فاكرين المنهج؟ يقول لك لا يا دكتور، بس احنا فاكرين ان جمال عبد الناصر كان عنده برونز الدايابيتس، وان بتاع اللي هو بتاع الهيموسيدروزس والبرايمري هيموكروماتوزس في الصبغات، وفاكرين ان مايكل جاكسون كان عنده اللي هو الفيتيليجو البهاق بتاع الميلانين، وفاكرين علوان معكش كوبايه سم والقلاشات، لكن المناهج لا يا دكتور. والله اللي بيعمر معاكم الامثله والقلاشات دي بتفكركم بالشرح شويه. فخلينا كده نقول الحدوتين بتوع الفات. زمان لما كنا عاوزين ننتصر في حرب 73، كنا عاوزين نعمل الموضوع ده في حرب 72، يعني في سنة 72، وطلع ايه السادات قال لك ايه؟ قال لك يا جماعة العام ده هيبقى عام الخلاص. تمام؟ وكان خلاص هيحارب فعلا، فطبعا ايه ما الدنيا بوظت معاه والميزانية خسعت معاه، وما كانش معانا نفط ولا كان معانا بترول ولا الكلام ده خالص. فطلعها بحجة كده في لقاء وقال لك ايه ده عام الضباب، لان كان في ضباب في سينا ومش هنعرف نحارب. المهم يا معلم ان ايه بعد شوية وجدوا ان في آه حكام اليمن يا جماعه اسمه الشاه اليمني، ده واحد كده كان قائد سفينه نفط. المهم مصر اصطادته وخدت النفط ده عندها وهو وافق، والموضوع ده حللنا ازمه كبيره وحاربنا في حرب 73 وانتصرنا الحمد لله وهي و6 اكتوبر والف مبروك يا جماعه. المهم ان بعد كده الراجل ده تعب بالطحال بتاعه. تمام؟ إيه جابوا جراح علشان يعمل له عمليه الطحال، خد مليون دولار. السادات ما عندوش مشكله ان يدفعهم. جت اسرائيل بنت اللذين عاوزه تنتقم، هتدفع 2 مليون يعني اكتر، مليون زياده اهو، على ان الدكتور وهو بيشيل الطحال يقطع الديل بتاع البنكرياس. ما اللي فاهم اناتومي تيل اوف بنكرياس بيبقى تقريبا عند السبلين. تمام؟ وقالوا له وانت بتربط الاوعيه اللي عند الهايلم اوف سبلين اقشط ديل البنكرياس معاها عشان البنكرياس ينزف، وعلشان العيان غالبا بيموت منه. وفعلا بالفعل الشاه اليمني ايه مات. اجي انا بقى بعد ايه شويه بقى اقول لك يا ابني فاكر النيكروزس؟ قول لي لا يا دكتور انا مش فاكر الا الشاه اليمني. اه والله الناس ما بتفتكرش يا جماعه الا الامثله دي، تروحوا للتفاهه برجليكم والله. فالمهم ان ده موضوع ايه. طب يا جماعه البنكرياس انا عاوز ارسم لكم رسمه ثواني كده. بصوا كده يا جماعه معايا كده، ده الايه، دي السيستك داكت. ماشي؟ بتطلع برقبه كده وبيجي لها الكومون هيباتيك داكت من فوق اللي هو رايت وليفت. ماشي؟
بتوع الكبد يتحدوا يدوني الكومن بايل داكت. الكومن بايل داكت دي تيجي على الديودينم، ماشي، وبيبقى عندي هنا البنكرياس، تيجي لقناة البنكرياس، والبنكرياس مليان خلايا. الخلايا دي تفرز العصارة وترميها في القناة، والقناة تتحد مع دي، والاتنين يصبوا في الأمبولة أوف واتر اللي في الديودينم، ويتم الهضم بقى والكلام ده. قام إيه اللي حصل بقى؟ بالظبط قام جاي حصوة وقفت معه. هل كده العصارة البنكرياسية بتطلع؟ لا، تقعد تتراكم 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 بسبب الحصوة السادة دي، تتراكم تتراكم لحد ما تزيد قوي وتهضم نفسها. يقول لك البنكرياس هضم نفسه. طب يا دكتور هضم نفسه بفعل مين؟ بفعل الانزيمات الهاضمة. العصارة الهاضمة دي انزيمات، بفعل الانزيمز اللي هي مين؟ اللي هي اللايبيز والاميليز، صح؟ فاللايبيز والاميليز هيقوموا بهضم البنكرياس. ده مش كده وبس، البنكرياس بيبقى نايم على دهون، ريترو بريتونيال فات، دهون ورا البريتون في الاخر. واحد فاهم اناتومي هو اللي هيلقط المعلومه دي. ليه ورا البريتون؟ لان البنكرياس ده اصلا من الاعضاء او من الاورجنز اللي موجوده ريترو بريتونيال، فلما يحب يهضم الفات اللي حواليه هيكون الفات ريترو بريتونيال برضه، فالحاجات ده هتهضم الريترو بريتونيال فات. تمام. يجي بعد كده ايونات الكالسيوم تمسك مع الفات اللي اتهضم واتفرفت ده اللي هو الفري فاتي اسيد، وتكون لي صابون، رغاوي صابون بنسميها الكالسيوم سوب. يبقى لما اجي اقول لك ده حصل فات نيكروزس والخليه ماتت واتهضمت بفعل مين؟ هتقول لي بالظبط كده بفعل الانزيمات، فنسميه انزيماتيك، انزيماتيك فات نيكروزس، وبتكون عندي كالسيوم سوب صابون نتيجه اتحاد كالسيوم مع الايه؟ مع الدهون. طيب لما اجي بعد كده اقول لك بقى ده واحده كانت بتركب الميكروباص ومع الزحمه وكده، واحده تانية غشيمه قامت اوعي يا ستي انت انا عاوز اركب والحق الاكل عشان جوزها هيطلقني، وقامت خبطاها في صدرها خبطه جامده جدا. الخبطه دي يعني الثدي تركيبه دهون، الخبطه دي عملت تروما في الدهون دي، وغالبا موتت الخلايا الدهنيه دي، تمام، واتكون ايه؟ فات نيكروزس، ولكن ده نسميه نون انزيماتيك، اللي هو بنسميه بقى نتيجه الخبطه تروماتيك. الواحده الست دي تمارس حياتها طبيعي طبيعي طبيعي، هوب جت في مره بتستحمى لقت ايه؟ لقت ان اتكون كلكيعه في الصدر عباره عن فات نيكروزس وعولاها ايه؟ شويه كالسيوم وفايبرس تيشو ولونها ابيض. تخاف، تقلق، تعمل اشعه تدي لها منظر في الاكس راي كده، تمام، ان هي حاجه لونها ابيض كده في الاكس راي، في اشعه اكس او الاشعه السينيه. تطلع تجري على الدكتور على طول، الحق يا دكتور ده انا غالبا عندي ايه؟ كلكعه في صدري وخايفه لا تكون سرطان. طبعا زمان ما كناش بنعرف ناخد عينه، لان الابره اللي هتدخل بقى في الثدي هتكسر خلايا اكتر وتعمل فات نيكروزس اكتر. فالراجل يحاول يصبرها، ومعلش يا حاجه هنضطر نشيله وصحتنا اهم حاجه. تقول له امر الله يا دكتور انا هعترض هعمل ايه؟ يعني الاعمار بيد الله. فيقوم جاي شايله يروح بيه لبتاع الباثولوجي، يقول له خد يا عم الحاج معاك ثدي اهو، واحده مخبوطه في ثديها، شوف خد عينه من الخلايا واصبغها وشوف في ايه، وغالبا هتلاقي سرطان. يجي بتاع الباثولوجي يبص على الشريحه، يبص يمين يبص شمال، هو فين السرطان؟ الدكتور ده عبيط ولا ايه؟ اللي هو الجراح يعني. ما فيش سرطان يا دكتور، ما فيش سرطان. اه والله يا دكتور ده فات نيكروزيس عادي خالص. فات نيكروزيس؟ يا نهار ازرق. طب اوعى بقى ما تجيبش التقرير واوعى تسيح، انا هروح لها اقول لها الف سلامه يا حاجه ربنا شفاك من السرطان والحمد لله وصلنا لمرحله الشفاء الكامل وشلناه كله. اه والله، ويبقى دكتور مش فاهم اي حاجه. حاليا بقى الموضوع اختلف، بندخل بابره رفيعه قوي، حاجه اسمها الفاين نيدل اسبيريشن، اسبيريشن سيتولوجي، اسمها الفينات.
اسف ثواني، ده الرمز بتاعها، رفيعه جدا، بندخل بين الخلايا ونحاول ما نعملش اصابات، ونقوم شافطين. اسبيريشن يعني بنشفط، ونيدل يعني اللي هو السرنجه او الابره، وسيتولوجي علم الخلايا. فاين لانها رفيعه جدا، بندخل نشفط ونشوف بقى، والله لو فات نيكروزيس فغالبا بنطمن الايه الواحده الست دي، لو سرطان بنشيل بقى. تمام يا شباب؟ فايه دول الحدوتين. تعالى بقى ايه نراجع كده على الكلام سريعا. بقول لك مثلا في الفات نيكروزس عندي انزيماتيك وعندي تروماتيك او نون انزيماتيك. الانزيماتيك ده في حالات الاكيوت بنكرياتيتس اللي هو الشاي اليمني يا جماعه، افتكروا بقى الامثله. قال لك بيحصل في حالات التهابات البنكرياس اللي معاها نزيف، اللي هو الاكيوت هيموراجيك بنكرياتيتس، لان انزيمات البنكرياس بتهضم الدهون بتاعه الريتروبريتونيال فات. اشمعنى الريتروبريتونيال فات؟ لان اصلا البنكرياس موجود ورا ريتروبريتونيوم. تمام. يهضم الترايجليسرايد ويكون فري فاتي اسيد وجليسرول. الجليسرول سهل امتصه، الفري فاتي اسيد ده يمسك مع الكالسيوم ويكون رغاوي صابون اللي هي الكالسيوم سوب. تمام. يبقى ده بالنسبه لايه لاول حاجه. رقم اتنين اللي هو النون انزيماتيك او التروماتيك اللي بيحصل في البريست، نسميه التروماتيك فات نيكروزس. ده بيحصل في البريست والسبكوتينيوس تيشو نتيجه خبطه. بيقول لك ان النكروتيك فات بيتعرض لالتهابات ويتلف من حواليه بانفلاماتوري ريسبونس، استجابه مناعيه والتهابيه. ماشي. وتيجي الماكروفاج تحاول تاكل الدهون اللي باظت دي والفات نيكروزس ده، ولما بتاكله ما بتعرفش تهضمه. ماكروفاج واكله فات في قلب بطنها، بنسمي الكلام ده فومي سيل. فومي سيل. لما تشوف كلمه فومي سيل دي اعرف ان دي ماكروفاج واكله دهون ومش عارفه تهضمها. ولو الماكروفاج دي اتحدت مع بعضها تكون لي جاينت سيل، نسميها فورين بادي جاينت سيل. او جاينت سيل يعني ماكروفاجز كتير متحدين مع بعض. فورين بادي لانها بلعت حاجه غريبه. والنيتروفيل بقى يبقى ماكروفاج جاينت سيل نيتروفيل، ده اللي بنسميه الالتهابات المزمنه وخلايا الدفاعيه والالتهابيه اللي هو الجرانيولوما او الجرانيوليشن تيشو. يقول لك مكون من ايه؟ النيوتروفيل ماكروفاج جاينت سيل وفايبروبلاست، تيجي كمان تحط فايبرس تيشو واقوم رادم عليه بالكالسيوم. تمام. ولما بترتم عليه بالكالسيوم بيدي منظر ابيض في الاشعه، ما بعرفش اميزه عن السرطان، او بيدخلني في ايه؟ في جرانيوليشن وفايبروزس وكالسيفيكيشن، صعب ان انا اميزه عن السرطان. ادي يا جماعه الايه حدوته الفات نيكروزس. تعال نشوف صور اهو. والله العظيم يعني ده المنظر اهو، ده فات نيكروزس، ده غالبا بنكرياس والدهون اللي وراه اهو فات نيكروزس اهو. وبيقول لك هنا مثلا النون انزيماتيك ان الفومي سيل معبيه الدهون جواها. ماشي. ومس دايجنوزد يسوء تشخيصه على، او بنشخصه بالغلط على انه ايه؟ على انه سرطان. وده منظر مين؟ ده منظر الماكروفاج وهي بلعه في بطنها اللي هو الخلايا الدهنيه او شويه الدهون والفات نيكروزس ده. ماشي. اهو اللي هو ده الايه؟ ده الفومي سيل يا جماعه. ماشي. طب يا دكتور احنا كده خلصنا الانواع، ايه بقى الاعراض اللي ممكن العيان يشتكي منها لو عنده نيكروزس؟ والله اول حاجه النيكروزس ده الخلايا اللي ماتت دي لو في سطح خلايا، يعني انا لو عندي معده اهي والمفروض ان ده نسيج عادي، جت حته ماتت، يعني بص كده، ولنفترض ان ده النسيج السليم وده نسيج سليم، الحته دي ماتت وبقت سابت مكانها فاضي، وقعت ماتت وقعت وسابت مكانها فاضي، دي اللي بنسميها قرحه. قرحه معده، اللي هو الحته المتاكله دي، اللي هو الهواء اللي بيطلع لك في بقك، كل ده يعتبر ايبيثيليال سيرفيس. تمام. طب لو مثلا حصل في القلب، ممكن يعمل فشل في القلب، هارت فيلير، مايوكارديال انفاركشن نتيجه اسكيميك نيكروزس. والمخ برضو السيربرال انفاركشن اللي هو الليكوفاكتيف، يعمل مشاكل على مستوى التفكير والمخ، ويجيب مثلا مشاكل على مستوى مثلا الكليه، نيكروزس في الكليه يعمل فشل كلوي، وهكذا يا جماعه. تمام. فايه دي المشاكل اللي ممكن تعود على العيان. يبقى النيكروزس ده موت جنائي مع التهابات، وشفنا صور لكل حاجه، يعني ده البرين انفاركشن، ده الكازيوس بتاع التي بي. ماشي. ده مثلا الفات، ده الفايبرينويد، هنا مثلا الكواجيولاتيف
ماشي. وعرفنا ان اي نكروزس محاوط بالتهابات، وخدنا الانواع بالتفصيل، وفهمنا الفرق ما بينه وما بين الابوبتوزيس. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هشرح لك الابوبتوزيس واوريك صور عليه، ونقارن بقى ما بين النوعين، ونبقى الحمد لله ختمنا الشابتر بتاعنا يا شباب. ربنا يوفقكم يا رب. اتمنى يكون الشرح عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.